في حاجه في العرب عموما برضو بيني وبينك في بطنهم يعني، فنبدا بالبطن الاول. ايه المشكلات اللي بتواجه البطن؟ هو اكتر حاجه خلت العرب اكتر مشكله ليهم البطن هي الولاده القيصريه. بره القيصريه هي يعني لما تبقى الكلاينت او المريض مضطر جدا يولد قيصريه، هيولد طبيعي ده الاساس، ونسبه 5 او 10% هتولد قيصريه. هنا 90% هتولد قيصريه و10% هتولد طبيعي. قيصريه تساوي فتح للبطن، تساوي ضعف العضلات البطن، تساوي ترهل. فعشان كده زمان الناس اللي كانت بتولد طبيعي، انا شفت ناس والده 5 6 مرات بطنها احسن من بطن البنت، وشفت ست والده مره واحده بطنها اسوأ من الوالده 10 مرات. الولاده القيصريه هي اسوأ او اكتر الاسباب لترهلات البطن. بعد الولادات بيحصل حاجه اسمها ضعف او انفصال في العضلات. الانفصال العضلات ونسبه الترهل تساوي ان احنا بنعمل شد بطن جراحي. شد البطن الجراحي ما بقاش عمليه في التجميل، بقى اسمها جراحه من غير نحت. لازم حاجتين ينضموا مع بعض، ان احنا نعمل شد مع نحت، ان احنا نعمل ربط للعضله، نشيل الجلد المترهل، نعمل نحت للخصر والظهر كاملا، ممكن نعيد توزيع دهون عشان نوصل لشيب جميل. لكن فكره ان احنا نزيل دهون بس او نشيل جلد بس دي ما ينفعش، مش نوصل لنتائج. ومن أسوأ الحاجات طبعا شد بطن مع القيصريه. دلوقتي بقى ترند ان الناس كده تقول لك شد بطن مع القيصريه. ده ابسوليوت كونترا انديكيشن، ده ممنوع علميا، ده ممنوع علميا ما تماما. ينفعش ما ينفعش خالص نعمل عمليه بشوف بعد ناس كتير القيصريه، ساعه القيصريه دي ما بشوف ينفعش. ناس كتير تدور على كده، في هازارد كتيره جدا الموضوع ده، مضاعفات. مضاعفات مهوله. الناس مش فاهمه. فهو القصه هو كلها بيتهيأ لهم ان هو بيضرب عصفورين بحجر، بالظبط. لكن هي ده خطأ كبير ده جدا. ممكن يدخلها في مشاكل هي في غنى عنها كتير خالص. هو الصح بعد الولاده من 3 ل6 شهور، ده الوقت المناسب ان احنا نبدا نعمل عمليات. هنا شد البطن كمان في عمليات السمنه بقت كتير، لان دي كتير. بتبقى ترهل كبير قوي. لان السمنه بقت ترند. اه يعني عمليات السمنه بقت ترند. انتشرت. بقى الناس كلها زمان كانت في فكره ان انا هعمل دايت، دلوقتي الموضوع بقى استسهال كتير جدا. بشوف استسهال كتير جدا عند ناس. انا شفت ناس عامله بارياتريك على 10 كيلو زياده، والله العظيم بشوف على 10 كيلو زياده. بقيت بستغرب، بقول لها انت بال 10 كيلو بالبارياتريك ده بوظت جسمك كله، لان ال 10 كيلو دروبت في شهرين، بقى نزول فجائي، بقى ترهلات في الجسم. فهو دلوقتي البارياتريك هو ترند يساوي ترهلات في الجسم. ترهلات الجسم بقى دي انواع كتير جدا. بوست بارياتريك بنشوف ترهلات في كل حته في الجسم. ترهلات غريبه بقى. بالظبط. ترهلات في البطن، في الظهر، في الدراعين، في الثدي، في الفخذين، في اماكن كتيره جدا. على حسب الكواليتي بتاعت السكين، على حسب نسبه الترهل. يعني في ناس الكواليتي بتاعت السكين باد، فبيحصل ترهلات عنيفه في البطن والدراعين والثدي بقى الشيب اجلي، او الشكل بالنسبه للست او الراجل غير مقبول. فلازم يعمل عمليات تساوي ان احنا نزيد الترهلات دي كلها. وفي ناس بشوفهم الكواليتي بتاع السكين كويسه، فترهلاتهم بتبقى اقل، فبيبقى عملياتهم اقل، فبنوصل لنتائج برضو جميله. فهو على حسب نسب الترهل، على حسب العمليات اللي بنعملها. سميت الترهل الشمعه الزائبه. بالظبط. زي الشموع الزائبه كده في العالم. الترهل ما بعد عمليات السمنه المبالغ فيها تبقى زي الشمعه لما بتدوب. بالظبط. ترهل الجلد بيبقى نازل زي الجلد كتير جدا. بس دي تسميه عشان ما حدش ياخدها مني. لا صح، جميله تسميه جميله. وهي على حسب الشمعه. الشمعه دي كبيره هتسيب شيب مش جميل، الشمعه دي رفيعه لما تيجي تسيح هتدي ترهلات قليله. هي نفس الفكره. ان مثلا وزن 200 كيلو عمل بارياتريك او عمل تكميم ووصل ل 90 كيلو، هتلاقي ترهلات عنيفه. 100 كيلو طبعا. حد مثلا كان اوفر ويت مثلا 20 25 كيلو وعملت العمليات التكميم، يبقى ترهلاتنا قليله. هروح للارداف والفخذين. الارداف والفخذين دول انا شايف ان هم واحده من اهم المناطق على الاطلاق. بالظبط. لانه ده سيلف كونفدنس اكتر كمان. بالظبط. لان البطن ممكن تتداري على فكره في الترهلات، لكن ده مش هيقدر يتداري. اكتر الاجهزه المستخدمه اللي بتدي نتائج جميله جدا في الفخذين والذراعين دلوقتي هو الجيب لازمه او النحت الايوني. الجيب لازمه او النحت الايوني اغنانا عن الجراحات في الاماكن دي بنسب كبيره. زمان كان مثلا لو الكواليتي بتاعت السكان كويسه، عملنا 4 دي او عملنا نحت 360 درجه للفخذين او الذراعين، هنوصل لريزلت كويس.
دلوقتي بقينا في ناس الكواليتي بتاعت سكين مودريت، بقينا ان احنا زمان كان كل ده بيتوجه للجراحه، دلوقتي بقى في نسب كبيره منهم بتتوجه للنحت الايوني، بنوصل بيه لنتائج 70 80% من نتائج الجراحه. وهي دلوقتي بقى ما فيش جرح، يعني الشد الجراحي الناس كلها عارفاه ان هو شد طولي عشان نوصل ان احنا نزيد الترهل. النحت مفيش الجرح. فان الجي بلازما هو من افضل الاجهزه المستخدمه في نحت الذراعين والفخذين طبعا. تكبير الارداف، البنت بتبقى فاقده الثقه، شكلها مش انثوي، ممكن ترفض انها تتجوز او حتى يبقى في عزوف عن الجواز بسبب الحكايه دي. نقل الدهون للارداف او حقن الدهون في الارداف، ايه بقى ده الدخل؟ الايرا اه ده الايه. الايرا الجديده اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، هي كلها البي بي ال او البرازيليان بات ليفت او نقل الدهون للمؤخره عشان نوصل للكيرف الجميل. دلوقتي بقى 90% من عملياتنا مفيش حاجه اسمها ان انا ما اعيدش توزيع الدهون في المؤخره حتى لو بنسب قليله. حتى لو انا شايف ان الجلوتيال اريا او منطقه المؤخره حجمها كويس بس ما فيهاش ديفينيشن، ممكن بس ان انا اعمل لها ديفينيشن، ان انا اعرفها، ان انا انحت فوقيها وتحتيها فبان الكيرف بتاعها كويس. طب محتاجه سنه بسيطه في منطقه العضله النايمه او منطقه الخفسات زي ما بيقولوها، ان انا اعيد توزيع الدهون في المنطقه دي. طب محتاج بروجيكشن او ارتفاع فاعيد توزيع الدهون عشان اوصل للكيرف. فهو دي الترند الموجود، البرازيليان بات ليفت من اول كيم كارديشيان زي ما حضرتك قلت، هو ده بدايه الترند بتاع البرازيليان بات ليفت، وده من اكتر العمليات اللي بتعمل دلوقتي طبعا. هل البنت لما تجيلك او الست لما تجيلك بتسمع نصايحك ولا بيبقى عندها اتجاه معين مصممه عليه؟ انا لما بيجي لي كلاينت بقعد معايا في العياده، انا الاول بحاول اسمع منه على قد ما اقدر، يعني عايز اسمع منها كل الاكسبكتيشن او توقعات اللي هي عايزه تعملها. حتى هي بتقول لي انا عايزه اسمع راي حضرتك، انا بقول لها انا عايز اسمع من حضرتك الاول كل التفاصيل وكل الشكوى، وبعدين انا اوجهك للراي العلمي الصريح. لان انا ممكن، انا بقول لها كده، بقول لها مقاييس الجمال مختلفه مني لمنك، يعني انا ممكن اشوف مقاييس الجمال بشكل معين وحضرتك تشوفي مقاييس الجمال بشكل تاني. فدايما ان انا اقعد مع كلاينت اسمع منه، ده 90% من نجاح العمليه. ليه؟ عشان انا كده هعرف اوصل الكلاينت ده للنتيجه بتاعته. فكره ان انا ما اسمعش منه، انا لا هبقى راضي ولا هو هيبقى راضي. هل ممكن الست تبالغ شويه في طلباتها؟ طبعا. وده الصح، ان انت تقول السليم ايه، يعني السليم تقربها منك. بالظبط. فكره انك تاخد كلاينت على هواه، هيجي بعد كده هيندم لان هو مش فاهم. هو للاسف بيتفرج كتير او بيسمع كتير وفاهم ان الجمال كده، هي بعد كده هتعاني من القصه دي. فالصح ان انا اقول لها لا هنعمل كذا، لا هنوصل لكذا، لا هنعمل كذا. البريست اوجمنتيشن، الحجم سواء بقى المؤخره او البريست، الاثنين دول لازم تفهم الكلاينت، توصله ايه المناسب لتكوين جسمه. ما ينفعش ان انا صاحبتي او ان انا شفت فلانه او الممثله الفلانيه ان انا ممكن ابقى زيها، ممكن تبقي زيها تبقي وحشه. فانت لازم ان انا اوصل لشكل الجسم ده جماله فين. ايه اكتر الاخطاء شيوعا التي تجدها في الفات ترانسفير للباتوك، لنقل الدهون للارداف؟ اكتر الاخطاء شيوعا دي بتبقى اخطاء تكنيكال، ان هو طريقه حقن الفات ما بتبقاش مظبوطه. يعني احنا مثلا من 5 سنين او 7 سنين كان طريقه حقن الفات بالنسبه لنا انترا ماسكولار سبكوتينيوس وانترميديت، يعني جوه العضله وما بين الجلد والعضله وسطحي خالص. من 5 سنين بقى اوبسوليتد ان انا احقن انترا ماسكولار بسبب حالات كتير حصل لها مشاكل من حقن الانترا ماسكولار. فان احنا نوصل اب تو ديت، ان احنا نحقن عن طريق السونار، ان احنا نحقن كله انترميديت وسوبرفيشال. قصه العلم ان انا لو وقفته عند منطقه معينه مش هكمل في التجميل بالذات. كل سنه في اب تو ديت، في عشان اوصل بالكلاينت بتاعي لاعلى درجات الامان. اعلى درجات الامان دلوقتي في الحقن انترميديت وسوبرفيشال عشان اوصل لنتائج كويسه. البوست اوبراتيف او ما بعد العمليات، الانستراكشنز اللي احنا بنقولها عشان نوصل بكميات الفات انها تسرفايف فتره اطول. فهو دي كلها انستراكشنز تعيش احنا لفتره بنقولها اطول بالظبط كده. عشان ما يحصلهاش ذوبان. بالظبط. الدراعين دي مشكله انا شايفها بقى، دي يا عيني يعني مزعجه جدا، لان كتير. بتلاقي البنت جسمها كويس جدا لكن دراعاتها تخينه، هي العيله كده.
تيجي تقول كده بالظبط، تيجي تقول انا بلبس مقاس فوق مقاسي عشان اعرف يخش في دراعي. يعني دي الشكوى كده بتطلع ليترالي باللفظ كده، ان انا بلبس مقاس اكبر من مقاسي عشان دراعي يعرف يخش فيه اللبس. تراكم الدهون في الدراعين ده انواع كتيره خالص. يعني في تراكم دهون، بس في تراكم دهون مع نسبه ترهل، في تراكم دهون مع نسبه ترهل طوليه او عرضيه. ده اللي بنحكمه على الكرايتيريا اللي موجوده. لو تراكم الدهون ومفيش ترهل وكفاءه الجلد كويسه، بنعمل حاجه اسمها نحت 360 درجه، بنوصل بيه نتائج هايله جدا. ومع الاجهزه الحديثه بالفيزر والجيب لازمه بنوصل لدرجه شد جميله جدا. في الترهل نتيجة التكميم أو نتيجة إن الدراع كان تخين جدا ومليان جدا، وهي بتخس وتتخن كتير، فبيحصل فيه درجات من الترهل في الجلد. فده ساعتها ممكن نوجه إن احنا نعمل نحت مع شد طولي أو عرضي على حسب نسبة الترهل. فهو دي كلها حلول نوصل بيها للدراعين طبعا نتائج كويسة جدا. الرجاله والستات يعني ممكن الرجالة تلاقي والستات برضو طبعاً. راجل عنده ترهل في الدراعين جامد قوي. خصوصا بعد التكميم. هو الترهل يعني هو تراكم الدهون في الدراعين مش وارد كتير للرجاله، بس هو وارد كتير للستات او للبنات. يعني في الرجاله بيبقى صعب شويه، لان الرجاله اغلبهم ماسكولار شويه، فبيبقى عضلات الدراعات كويسه. فدايما ما بنشوفش الترهل في الدراعين للراجل الا ما بعد فقدان وزن شديد. متى تظهر نتيجه العمليات الجميله دي كلها؟ لو احنا بنعمل نحت رباعي الابعاد فقط، فنتيجتنا من 6 اسابيع ل 8 اسابيع. لو احنا بنعمل حاجات جراحيه مع النحت، فاحنا بعد 4 اسابيع بنوصل لنتائج 70-80% من النتائج بتاعتنا. والنتائج بتاعت التجميل عموما، البيرفكت ريزلت بتاعتنا او النتائج المثاليه هي بعد 3 شهور. بعد تمام 3 شهور ده النتيجه المثاليه. يكون السوائل رجعت، التورم التورمات، خف. الاوعيه الدمويه بالظبط. بدات تاخد وضعها، لان برضو دي تروما في بالظبط. 3 شهور فتره زي ما، بس بعد كام اسبوع بتبقى 4 اسابيع بتعرف الراجل او الست يبص على نفسه في المرايه. بشكل اللي هو الكلاسيكي. بشكل نتيجه 60-70%، ولسه في نتائج افضل وافضل. بس دايما بقول لهم اول صور تتصورها بعد شهر توصل بيه نتائج جميله جدا. العمليه الاكثر انتشارا، الاكثر فرحه، اللي دايما بيقولوا عليها اون سبوت، الثدي. بالظبط. تجميل الثدي. نبدا بالتكبير الاول. تكبير الثدي في حاجتين شائعين جدا في تكبير الثدي. هو التكبير الثدي يا اما عن طريق حشوات السيليكون، يا اما عن طريق حقن الدهون. عالميا اشهر حاجه هي تكبير الثدي بحشوات السيليكون، وامن العمليات، على عكس الشائع او على عكس المفهوم الناس ان هو الدهون من جسمي فده اكتر امانا. لا، تكبير الثدي بحشوات السيليكون هو امن العمليات لتكبير الثدي. اولا بيبقى ملمس كويس جدا، احساس، شكل، بروجيكشن او انتصاب للثدي كويس جدا. كل الكلام ده بتوصل لكامل المعايير الجماليه للثدي عن طريق تكبير الثدي بحشوات السيليكون. وده بيتم في عمليه 45 دقيقه، بتوصل بيها لنتائج بيرفكت جدا. بتطلع من العمليات عندها ثقه بالنفس مهوله. بشوف الست بعد او البنت بعد العمليه بتقوم وتلبس وتشوف شكل جسمها ورسمه جسمها عامله ازاي، شكل صدرها عامل ازاي، رسمته عامله ازاي. نتائج بيرفكت واميديت جدا. فده من اكتر العمليات شيوعا طبعا. ده بالنسبه للتكبير. للتكبير. وله مقاييسه، مش زي ما انت قلت. انت على فكره كل ما يعني استدليت بالثدي على رغبات المريض المتطرفه، على المريض المتطرفه. بالظبط. دايما حتى واحنا بنتكلم في شد البطن استدليت بالثدي. لان الناس فاكره دايما عندهم كونسبت. دايما بشوف كونسبت عند الناس كالاتي: الست اللي عندها تضخم في حجم الثدي عايزه الثدي، عايزه تعمل عمليه تخليه مش موجود. والبنت او الست اللي الثدي عندها صغير جدا عايزه يبقى اكبر سايز. فدايما الممنوع مرغوب زي ما بيقولوا. فدايما كل حد عايز الاكستريم. فالصح انك توصل الكلاينت بتاعك للي هيثبت عليه او النتيجه اللي هترضيه بعد كده. ما عملوش عمليه اركب حشوه حجمها كبير جدا هتيجي تشتكي او تعاني بعد كده، ولا اعمل تصغير واخليه اندر سايزد او صغير جدا فتخليها بعد كده عايزه انها تدور ان هو يكبر شويه ازاي. فالصح انك توصل الكلاينت على حسب الكرايتيريا: شيست سيركمفرنس او محيط الصدر قد ايه، عرض الذراعين قد ايه. كل دي معايير توصلني ايه الحجم المناسب للثدي، سواء في التكبير او التصغير.
التصغير بالنسبه للست اللي بتعاني من تضخم في حجم الثدي دي عمليه في اوروبا تحت التامين الصحي على فكره، بالظبط. لانها عمليه تؤثر على النفس، تؤثر على العضلات، تؤثر على قدره الرئه على التمدد، تؤثر على العمود الفقري.